موبايل بخليك محترف فري فاير، وخليني اوريكم ليش. ريد ماجيك 8 اس برو هذا الجهاز من تصنيع شركة ريد ماجيك، واللي تعتبر من اقوى مصنعي موبايلات الجيمنج بالعالم، واللي يعتبر احدث جهاز من شركة ريد ماجيك. فاذا بدك تلعب العاب موبايل مثل فري فاير باعلى جودة، هذا الجهاز اللي بدك اياه. خلينا نفتحه مع بعض ونشوف ايش موجود بالعلبة. طبعا من اكثر الاشياء اللي بحبها بهاي الشركة اللي هو الباكجينج. طلع الاحساس المميز واحساس الجيمنج راح تلاقيه موجود في كل مكان. اول شيء راح تلاقيه موجود في العلبة هو هذا الصندوق الصغير، واللي بيكون موجود فيه بعض الكتيبات، واهم شيء السم انجكتور تول. وكمان برضه في عندنا كيس موجود لهذا الجهاز. اللي حبيته بصراحة بهذا الكيس انه مش زي الكيسات اللي بتيجي مع الاجهزة، صحيح انه بيشبههم، بس لو بتلاحظ الماتيريال الموجودة هون عبارة عن بلاستيك، بتحسه مرن شوي، يعني مش بسهولة ينكسر. بعدها في عندنا منصات التواصل الاجتماعي للشركة، وهون بيكون وصلنا للوحش، الجهاز اللي قاعدين بنحكي عنه. خلينا نحطه على جنب نشوف ايش ضرب الكرتونة. وطبعا من ميزات هذا الجهاز انه الشاحن اللي يجي معاه، ما بعرفش بهذا الزمن صار انه يجي الشاحن ميزة. وطبعا الشاحن اللي بيجي معاه مش هين، شاحن 65 واط، وبيجي معاه السلك تبعه. طبعا اللون الاحمر الطابع العام لشركة ريد ماجيك، شيء طبيعي بالنسبة لشركة موبايلات جيمنج. طيب نحط كل هذا على جنب وخلينا نبلش باللي جينا عشان الجهاز الاسطوري ريد ماجيك 8 اس برو. طبعا اطلع بس الفخامة، هاي الدوائر هاي، انا نفسي اعرف كيف الشركات بتعمل هيك شيء. طلع كيف من ورا التلفون عن جد بريميوم. طبعا تلفونها بيجي بثلاث نسخ، نسخة الميد نايت مثل اللي معي هاي، واللي بتيجي ب 12 جيجا رام و256 جيجا، وغيرهم في نسخة البلاتينيوم ونسخة الاورورا. وطبعا هذاك بيجي ب 512 تخزين و16 جيجا رام. انا حرفيا البي سي تبعي 16 جيجا رام، حرفيا هذا الجهاز فيه رامات قد البي سي تبعي. طبعا لزقة السيريال هاي اكيد لازم نشيلها. جهاز لسه ما استخدمته، حتى لسه ما فتحته، وواضح انه طافي شحن مش راضي يضوي. رح ننزل عليه لعبة فري فاير ونجربها مع بعض ونشوف هل بيستاهل ولا مجرد كلام. قبل ما نخلص تحميل لعبة فري فاير خليني احكي لكم شوي عن مواصفاته. وطبعا الجهاز بيجي بمعالج سناب دراجون جن 2، واللي يعتبر اقوى معالج حاليا. وطبعا هذا الشيء راح يعطيك تجربة خرافية بالالعاب، خصوصا مع وجود شريحة ريد كور 2. خايف على البطارية؟ عمرك ما راح تخلصها، خصوصا انه هذا التلفون بيجي ب 6000 ملي امبير. وحتى لو كنت جبار وخلصتها، الشحن اللي بيجي مع الجهاز بيشحن بسرعة 65 واط، كأنه شركة ريد ماجيك بتحكي لك العب واستمتع. اما بالنسبة للشاشة، الشاشة بتيجي بحجم 6.8 بوصة ومن نوع اموليد، ودقتها فول اتش دي بلس. وطبعا اللي بيهمك اكثر بالنسبة لواحد مهتم بالالعاب هو سلاسة الشاشة. الشاشة بتيجي بمعدل تحديث 120 هرتز. طبعا للاسف ما اقدر اوريكم هذا الاشي على الكاميرا، لما تجرب التلفون بايدك راح تعرف قديش سلس. طبعا هذا الاشي بيخليك تقدر تلعب الالعاب لحد 120 اف بي اس. وطبعا بالنهايه صحيح انه مخصص على الالعاب، بس بيضل تلفون، يعني بامكانك تنزل عليه تطبيقات، بامكانك تحكي مكالمات، تبعث رسائل، وعنده كاميرا اماميه بدقه 16 ميجا بكسل. دراجونوف وين الكاميرا؟ انا مش شايفها. طبعا هذا التلفون فيه كاميرا مدفونه تحت الشاشه، هون في مكان ما موجوده الكاميرا، بس مش راح تبين لانها موجوده حرفيا تحت الشاشه. بس شوف لما تفتح الكاميرا زي هيك، هي في كاميرا اماميه، هي قاعد تصور الحيط عندي. شوف هي في كاميرا اماميه، شايفين كيف؟ بس موجوده تحت الشاشه. وخلص تحميل لعبه فري فاير، خلينا نضغط على الجيمنج مود الموجود على الجنب حتى يفتح لنا. واو هذا هو المكان المخصص للالعاب. طبعا مجرد انك تفتحه راح تضوي معك المروحه مباشره، المروحه الموجوده بالخلف. هاي الدوائر اللي كانت موجوده في الديزاين مش موجوده عن فراغ، هاي الدوائر بتلف حوالين المروحه اللي تطلع، في عندك هون تاثير بالاضاءه عليها. طبعا هذول الاشياء كمان برضه بتضوي. طلع كيف؟ هاي هي الاضاءه الموجوده بخلفيه التلفون. تخيل بس انك انت ماشي بالشارع زي هيك ومع اصحابك وتلفونك هيك شكله من ورا، لا عن جد شيء كثير خرافي. طبعا هاي كلها بامكانك تعملها كستمايز، بامكانك تحطها بالالوان بدك اياه، مثلا هي حطيناها باللون الاصفر، هيك باللون الازرق، وهي بس انا طبعا اكيد لون المميز هو اللون الاحمر، راح ارجعها باللون الاحمر زي هيك. طيب خلينا ندخل لعبه فري فاير، وده اوريكم بالذات ليش هذا التلفون بخليك عن جد تقدر تحترف لعبه فري فاير. في ميزات موجوده لهذا التلفون راح تخليك مميز عن اصحابك عن جد، بعيدا عن المواصفات الخرافيه اللي فيه. اوه ماي جاد،
طلع الجرافيك يا اخوان، السلاسه اقسم بالله مش طبيعيه، خصوصا ان لعبه تلفون وانت قاعد تلعب على التلفون. انا متعود دائما ان العب على البي سي. شوف السلاسه يا الهي، الالوان على السلاسه على الجرافيك، اقسم بالله اشي كثير خرافي. لا وغير هيك عندك المروحه شغاله بتبرد لك التلفون مستحيل يحمى بين ايديك. وغير هيك عندك المروحه شغاله، التلفون بارد حرفيا بارد، مستحيل يحمى بين ايديك من ورا هاي المروحه، وخصوصا لانه في نظام تبريد كامل باسم ICE 12 الجديد. متخيل؟ شايفين هاي المروحه بتلف 20,000 دوره بالدقيقه الواحده، متخيلين؟ بعيد عن الارقام، بعيد عن الكلام، خلينا نفهم ليش هذا التلفون ممكن يخليك محترف في فري فاير. خلينا ندخل على التدريب اوريكم المزايا الخرافيه. اول شيء بحب احكي لكم انه هذول عندك هون كبستين تاتش، تمام؟ هذول الكبستين بامكانك تخليهم يتفاعلوا معك في اللعبه. يعني مثلا خلينا نفتح هاي القائمه، طبعا هاي انا بحب اسميها قائمه الجيمر. طلع قديش في اشياء بامكانك تعملها هون، كميه اشياء كثير خرافيه. يعني مثلا بدي اوريكم شغله، بامكانك مثلا تضغط هون، هاي هي الخيارات تبعت هذول الكبستين. طيب عندك هاي الكبسه الشمال وهاي الكبسه اليمين، مثلا بامكاننا ما نعقدها، مثلا بامكاني اخلي هاي الكبسه بتركض وهاي الكبسه بتنط مثلا. طيب طلع لما اكبس على هاي الكبسه اللاعب راح ينط، ولما اكبس على هاي الكبسه اللاعب راح يركض. مفكرين الموضوع بس هيك؟ لا، الموضوع اكبر من هيك. بامكاني مثلا اخلي هاي الكبسه بتطخ وتكبس اكثر من كبسه. طيب راح احط هاي هون على كبسه الطلق. شوف بدي اجيب سلاح ما بطخ ورا بعضه، يعني مثلا زي سلاح الام 14. طلع خلينا نطخ بسلاح الام 14. شوف السلاح الام 14 بطخ طلقه. طيب طلع هيك التلفون قاعد يطخ عنك، شايف كيف؟ طلع هيك. مثلا بامكانك طول ما انت بتطخ زي هيك ترفع الايم لفوق، تقدر تجيب هدات، تمام؟ بس انا لاني مش مظبط الحساسيه منيح. ولسه مفكرين بس هيك؟ لسه في اشياء العن. في عندك قسم هون كامل اسمه قسم الماكرو. تعرف شو يعني الماكرو؟ بامكانك عن طريق كبسه واحده تضغط اكثر من كبسه. خليني افهمكم كيف. مثلا انا هون عملت ماكرو، تمسك الثلجه وتقعد وتطخ، وحطيتها على هذا الزر، تمام؟ هي هون بدي احط الماكرو. طيب هون حطيت هي الماكرو تبعتي، وخلينا نروح على مركز تدريب الثلج. بدي اوريكم ايش راح يصير لما اكبس على هاي الكبسه. طلع كيف؟ طيب هاي انا واقف هيك، اعتبروني قاعد اقاتل حدا، مجرد اكبس على هاي راح ينزل لي ثلجه، راح يقعد وينزل ثلجه. شوف كيف؟ طيب بس انا لاني لما عملت الماكرو كنت شوي بطيء، لازم انا عملتها اسرع من لازم انا كبست الكبسات بسرعه، تمام؟ طيب طلع انت قاعد تنزل ثلجه، العمليه اللي محتاج 4 خطوات عشان تعملها انت قاعد تعملها بكبسه واحده. ولسه في شغلات اكثر، مثلا السنايبر. اطلع احنا عارفين انه السنايبر سلاحه كثير قوي، بس مشكلته انه لما تمسكه الدائره الحمراء اللي بالنص هاي راح تختفي. ريد ماجيك عندها الحل. خلينا نفوت على قائمه الجيمر مره ثانيه. في عندنا شيء اسمه الكروس هير. طيب لما تكبس عليه بامكانك تختار حتى اشكال. اطلع اوكي، شوف كيف بامكانك تختار. مثلا انا بدي اختار هذا الشكل او هذا الشكل لانه بيشبه فري فاير. طيب واختار اللون بدي اياه، انا بدي احط اللون احمر. طلع كيف؟ صار بامكانك تلعب بالسنايبر طبيعي. شايفين لاي درجه يا اخوان؟ يعني انت حرفيا لو ما بتعرف تلعب بالسنايبر غصب عنك راح تعرف تلعب. بتطلع كيف؟ شوف طلع هذا مثلا مش عارف تجيبه هيك، بس هي معك الكروسير بتروح تطخ على راسه. طلع ما دام معك الكروسير طلع بامكانك تجي هيك تحط على راسه وتجيب هيد بكل بساطه. كل اللي حكيت لكم اياهم اكمل خيار. طبعا طلع قديش في خيارات بامكانك تستكشفها، تطلع قديش في مزايا بامكانك تعملها هون، في اشياء كثير بامكانك تكتشفها بهذا التليفون. تخيل جد راح يبدع، راح يكون اقوى من لاعب البي سي. بما انه جبنا سيره البي سي، لنفترض انك انت لاعب بتحب تلعب على البي سي، مبدئيا في برنامج كامل تقدر تعتبره محاكي كامل لشركه ريد ماجيك. كل اللي عليك توصل الجهاز بالبي سي وتنزل هذا البرنامج، وراح تصير اللعبه عندك تنتقل من التلفون للشاشه وتلعب على الماوس والموبايل. بدك احلى من هيك؟ شايفين هذا التريك؟ يمكن يفكروه بسيط، بس عن طريق هذا التريك انت بامكانك تدخل مع لاعبي موبايل وانت فعليا تلعب على البي سي. اوكي، كل هاي المزايا واكثر موجوده كلها بجهاز واحد، جهاز عن جد مخصص للجيمر. صراحه شركه ريد ماجيك بجهاز ال8S برو قاعده تبدع بشكل مش طبيعي، كانها بتدخل على مخ اللاعبين وتعرف شو بدهم وتعمل تلفون علشانهم. طبعا جهاز ريد ماجيك 8S برو الكل بامكانه يحصل عليه، وراح اترك لكم رابط شراء الجهاز تحت في الوصف.